لم يستطع صانع القرار في الجزائر على بعد 9 أشهر من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في دجنبر من العام الجاري الحسم في إمكانية ترشيح الرئيس الحالي عبد المجيد تبون من عدمها، في ظل بروز إرهاصات قوية تشي بعدم وجود إجماع عليه داخل المؤسسة العسكرية، والبحث عن بروفايل أكثر اتزاناً ليكون واجهة النظام خلال السنوات ال5 المقبلة. وبدأت تتواتر المعلومات التي تتحدث عن وجود صراع أجنحة بين قادة الجيش الجزائري وأجهزة المخابرات التي تعتبر المحرك الأساس للسلطة في البلاد بخصوص موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، في ظل عدم وجود إجماع حول الشخص الذي سيكون المرشح المقبل، إذ إلى الآن لم يتم الاتفاق على وضع تبون مرشح لولاية جديدة، على الرغم من أن الدستور يخوله ذلك. ولا يبدي الجيش وأجهزة المخابرات الكثير من الثقة في تبون للاستمرار في منصب رئيس الدولة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي اتضح بجلاء في دجنبر الماضي عندما منع الجيش البث المباشر لخطاب الرئيس خلال افتتاح السنة التشريعية أمام البرلمان بمجلسيه، على الرغم من الإعلان عن ذلك من طرف القنوات التلفزيونية العمومية.